مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ احنا في حلقة جديدة من حلقات البودكاست. اهلا معانا بيكم. ايه اخبارك؟ عاملة ايه؟ كله زي الفل، كله جميل. كله تمام. يا رب دايما. نتمنى مم. ان الجو يكون اتظبط. يا رب ان شاء الله. احنا بنصور اسبوعين بدري، عايشين فاتمنى على ما تشوفوا الحلقه دي يكون يكون الجو ظبط. الجو ظبط لو الجو معانا. ظبط اكتبوا لي، اكتبوا هرد لي. عليكم في المستقبل. يعني انا بالظبط. جاي لكم الماضي دلوقتي، هرد عليكم في المستقبل. ايوه. أوكي؟ احنا شهر 4 ده اللي هو متوقعين ان في تغيرات هتبقى اللي هو بقى بيقولوا عليه هو المفروض الربيع، بس بيبقى فيه المفروض رياح خمسينية اللي هي بتيجي تراب. الدنيا بتتبهدل، بعدين بينزل مطره بيقولك الدنيا ربيع والجو بديع، فبنقوم ناكل الفسيخ كلنا ما والرنجة بالظبط. انا والحاجات كنت دي. هقول لك بقى، انا ما انا يخصنيش عايزه الليله دي اخش، انا كلها عايزه إلا الفسيخ الرنجة. بس. مع ان في ناس كتير خرجت من رمضان ضربت الرنجة والفسيخ في العيد بس يلا اوكي، بس انا ما عنديش مشكله. انا مستنيه في احنا القصه دي كلها الرنجة. احنا ما عايزين يخصنيش دور أنا. الرنجة والفسيخ بالظبط. هل بالظبط. انتوا دخلتوا في دور الرنجة والفسيخ ولا مستنيين زينا؟ قولوا لنا قولوا لو لنا بقى في انتوا الكومنتات. دخلتوا، قولوا لنا عشان نخش معاكم. بالظبط كده. قولوا لنا عندنا ايه. يلا اول موقف معانا النهارده بيقول لنا ايه. ماشي، دي مواقف فنانين. محمد هنيدي كاتب ايه. الراجل لو خيروه بين المحترمة وقليلة الأدب هيختار أنهي؟ تمام. الراجل لو خيروه بين المحترمة وقليلة الأدب هيختار أنهي؟ ف آه، عمرو عبد الجليل، تمام، الفنان الكبير معانا عمرو عبد الجليل بيقول له هيختار المحترمة طبعا ويخونها مع قلة الأدب. والله ما قص. والله ما هو قص. الأول هيختار المحترمة بالظبط. بس بعد شوية هيخونها مع قلة الأدب. بالظبط كده. فهو مش عاتق، مش عاتق. مش هيسيب الاتنين، مش هياخدهم. هيختار، هياخد الاتنين. هياخد عادي. الاتنين. طيب الموقف اللي بعد كده بيقول ايه. حد بيقول قابلت دكتوري. قابلت دكتوري بالكافيه قبل الكلاس وقال لي بسبقك علشان احطك متأخر. ماشي اوكي. قابلت دكتوري بالكوفي. الدكتور اللي في الجامعة، الدكتور بتاعه اللي في الجامعة قابل الدكتور بتاعه في الجامعة في الكافيه، بالكوفي في الكافيه قبل ما يدخلوا الكلاس، قبل ما يدخلوا اللي هي المحاضرات أو المحاضرة. وقال لي بسبقك علشان احطك متأخر. هو هيسبقه عشان يحطه متأخر. ففي بنت بنوتة ردت عليه بتقول له فكرتني كان عندنا الدكتورة لو دخلت مستحيل تدخل اي حد بعديها وراهم. تمام. المهم مرة انا وصحباتي رايحين المحاضرة لقيناها هي كمان رايحة، طلعنا نجري علشان نسبقها، قامت جريت هي قبلنا ودخلت وقفلت الباب. ايه الدكاترة دي؟ دي عيالة دي ولا ايه؟ الدكتورة شافتهم هم بيجروا عشان يخشوا المحاضرة قبل ما هي تخش المحاضرة، هي كمان جري. فجريت هي رخرة ودخلت وقفلت الباب. نجري ورا بعض احنا بقى. ايوه. انت فاكر ان انت هتجري وتخش يعني وانا هتجري مني؟ لا، هجيبك. هجيبك. طيب الموقف اللي بعد كده بيقول لنا ايه. موقف مع خطيبك. ماشي. طيب ميمو بتقول ايه. اشتريت برفيوم جديد، جربته وماشية في الصالة لقيت خطيبي بيقول لي شوفي ريحة الغاز دي جاية منين. ريحة الغاز. جابت برفيوم جديد وعملت بخ 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 ولفت في الصالة قدام خطيبها. يا إمة مناخيرك مش شغالة. إمة مناخيرها هي مش شغالة، جابت برفيوم ريحته وحشة. كنتش عاملة حسابي على كده. في حد مناخيره مش شغالة. مثلا هي جايبة حاجة مضروبة. مثلا هي جايبة ريحة. طب قولي كنت هتقولي ايه؟ كنت بفكر لسه كنت يعني في منخار من المنخرين مش شغال. يا ريت تسألوا حد قريب منكم عشان تعرفوا منخار مين اللي مش تعرفوا شغال. مين اللي
المشكلة دي جاية منين؟ المشكلة دي بالضبط. بيقول لها: "إيه ريحة الغاز اللي جاية دي؟" آه. يعني. طيب احكِ لنا موقف حصل معاك في الشغل. أحمد كمال: في أول نبطشية، ده دكتور باين. في أول النبطشية امبارح جاني واحد ناس ضاربينه ومعورينه. إمم. بعد ما خيطت له الجرح قال لي: "اصبر بس يا دكتور، والله هاجيبهم لك متقطعين في يا عم النبطشية." اقعد بقى. والله هاجيبهم لك متقطعين في النبطشية الجاية بالليل. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت طب أنا بتلم لي مالي، أنا شغل. مش عايزة أخيط. أنت بتلم لي شغل. أنت عايز تجيبني لسه أخيطهم. جاني واحد بعديها متبهدل ومتعور وملامحه مش باينة إمم. من الكدمات والجروح. بيقول لي: "مش عارفني يا دكتور، أنا اللي كنت عندك مخيطني الصبح." قُلت لك هاجيبهم لك، جيت رجعت أنا، جيت رجع لي هو. أنت تاني. طب لمّا أنت مش قد لما أنت مش قدهم بتروح ليه؟ خليك قاعد على جنب. يعني بتحط نفسك في مواقف بايخة. بايخة. ماشي. موقف محرج حصل لك في فترة الخطوبة. كنت باكلم خطيبي فيديو كول، فبالصدفة شُفت محفظته مفتوحة، وهو كان حاطط صورتي فيها، ودلوقتي ما شُفتش صورتي، فباقول له: "ليه شِلتها؟" قال لي: "من يوم ما حطيت صورتِك ومحفظتي ما شافتش الفلوس." لا حول ولا قوة إلا بالله. لا يا فندم، يعني أنت ما ما تقارنش تربطش ده الاتنين، ما بده، تربطش ده بده. ما لهاش يعني علاقة هي ما فيهاش فلوس عشان أنت عليك التزامات كتير، ما لهاش دعوة بإن صورتها بإن هي صورتها اللي في المحفظة أو صورة أي واحدة تانية، صورة أي واحدة تانية برضه كان مش هيبقى في فلوس. من ساعة ما هي حطت صورتك في محفظتها، والرجالة ما بتعتبش باب. بالضبط. ما حدش خلاص بقى بيبُص لها، ما حدش بييجي لها تاني. ما طبيعي. آه. عارفة إن هي حاجة منطقية يعني منطقي إن أنت إن من ساعة ما أنت أنا حطيت صورتك صورته في في محفظة. محفظتي، ما فيش راجل عتب باب بيتنا، ما بالضبط، عشان في عشان صورة راجل في محفظتي. اتخطبت خلاص. واخدة بالِك حاجة منطقية، فبقيتِ أيوه. فهي مش نفس الجملة كده مرتبطة، واخداها أيوه. من ساعة ما حطيت مش في محفظتي single. بصورة وما فيش بالضبط، فلوس، طب ما عشان في بالضبط، التزامات ما يعني لهاش دعوة الفلوس بصورتها، ما لهاش ما لهاش علاقة. البنت بريئة براءة الذئب من دم دي. بالضبط. طيب يالّا موقف تاني. احكِ لنا موقف حصل لك في الشغل. كنت شغّالة في صيدلية وكان في واحد شغّال معانا. تاني يوم لقينا راجل قاعد في رُكن كده وعينه كلّها رعب. إمم. الدكتور سأل: "ماله ده؟" رَد قال له: ده كان عنده كُحّة." ده كان عنده كُحّة، ادّيته علبة دوا إسهال كاملة. ليه طيب؟ البرشام كلّه، العلبة كلّها. ادّيته علبة دوا إسهال كاملة. آه. الدكتور قال له: "إزاي عنده كُحّة وتدّي له دوا إسهال؟" قال له: "لأ ده شُغلتي بقى، أنا دي شُغلتي أنا، بُص، الراجل دلوقتي خايف يكُح إزاي." ده علاج بالرعب يعني والّا إيه؟ أنا مش هو قاعد كاتب كاتب الكُحّة وكاتب الضحكة وكاتب كل حاجة. ادّى له علبة دوا إسهال لو لو كح كل حاجة حتى. هيحصل انفجارات. لأ ده أنت صيدلي جامد. ما تروحش تشتغل تاني في الصيدلية. دي آخر حاجة بينك وبين الصيدلية. يا ربنا.
طيب واحدة منزلة عاملة تعليق بتقول الحجاب مش فريضة. اوكي، دي بتفتي بينها، ماشي. هي بتقول الحجاب مش فريضة وملوش وجود في الدين اصلا، ونص بنات مصر لابسينه غصب وبيقلعوه في الساحل. تعديل بقى. اللي بيقولوا درست ديني فين. هي كملت بقية عملت تعديل عملت تعديل للبوست. على البوست عشان في ناس سألوا انت دراستك ايه ودينك ايه كده يعني. فبتقول لهم انا خريجة ازهر يا حبايبي، خريجة ازهر. هي اللي بتقول الكلام ده. تمام. الغريب معانا هنا التعليق للفنان عمرو عبد الجليل، فبيقول لها تقريبا الازهر بتاعت الدراسة بتاعتك دي في الازهر بارك. انت درستي في انهي ازهر؟ عشان يعني على الازهر اللي فين؟ يعني في ممكن يبقى شارع الازهر كده يعني. بالظبط، ازهر الناحيه دي او شارع الازهر او الازهر بارك او يعني. ازهر وانشغل انا. وتفر يعني. بالظبط. انهي ازهر فيهم عشان انهي ازهر انت فيهم عشان بتقولي كلام مش نحدد بس. بالظبط. ودي كده كانت اخر موقف معانا في المواقف المضحكه والسهره بتاعتنا. يا رب تكون ان شاء الله السهره بتعجبكم، وما تنسوناش بقى في اللايك والسبسكرايب وتفعلوا زر وكومنتات الجرس. كومنتات حلوه بقى من عندكم، شيصونا كده. وقولوا لنا انتوا خريجين انهي ازهر عشان انا بالظبط. عندي فضول دلوقتي. خير. يا هي خريجة ايه يا انتوا خارجين ايه، عادي اي يعني. حاجه. يلا بس نشوفكم بكره. نشوفكم حلقة جديدة. باي باي.